تعالى اقول لك الكوليسترول العالي اللي انت حطيته على طبق الفول هيعمل لك ايه في امراض القلب. امراض القلب اللي فعلا دلوقتي بقينا بنشوف سنون صغيره بتركب كلها دعامات في القلب، او سنون صغيره من الشباب اللي ماشي على مسيلات الدم على طول. كل ده بسبب الكوليسترول العالي اللي انت بتاكله ومتعود تاكله كل يوم، سواء كان بالفول او حتى الطعميه اللي مقليه جوه زيت اكتر من اللازم. رقم 2، النظافه العامه. النظافة العامة دي أحب أقول لك إن كمية البكتيريا الحلزونية اللي بتصيب المصريين دلوقتي معدية 90% من الشعب. 90%. أنت متخيل إنك لما بتيجي تاكل من عربية فول بره، المعلقة اللي سيادتك بتاكل بيها كام واحد كل بيها؟ ولو حضرتك بصيت ورا العربية وشفت المعلقة دي بتتغسل ازاي هتفهم كلامي. يبقى البكتيريا الحلزونية اللي انت بتيجي تشتكي منها وبعالجها وبترجع تاني وبعالجها وبترجع تاني، عرفت مصدرها؟ كل يوم الفطار بتاع سيادتك. وطبعا كلنا عندنا معلومة عن داء الملوك، وداء الملوك يعني هو بتاع اللحمة. تعالى يا غلبان، ما طلعش بتاع اللحمة بس، ده طلع بتاع الفول والطعمية. لان الفول والطعمية بيحتوي على حمض اسمه بيورين، والبيورين بيتحول بعد كده لحمض اسمه يوريك اسيد، واليوريك اسيد هو ده اللي بيعمل لك النقرس العالي في الدم. ركز وخليك فاكر ان جسمك ليه حق عليك، ارجوك اديله حقه.